اشتغل باللهجة الصعيدي، ودي تجربة من التجارب يعني. بس يعني مش عارف يعني هي ايه، ما تاخدوهاش على انها لهجة وبس، لا ده هي فيها ثقافة الإخوة يعني أبهاتنا في الصعيد وإخواتنا، دي ثقافة. لأن هو بيقول لها إيه؟ كان بدي أقول لك قصيدة وأزعج وأقول للخلايا البنت زينة وأصيلة والدم سكر ورايب، مشتاق وقاتل في صدري والقلب جايب حرايب، شايف جمالك بيضوي والخوف حدايا يضايق، خايف أقول بنت عمي من بعد قولك دقايق يطلع خوات الصعايدة أولاد عمومة ورفايق ويقولوا شاعر رهيب فرطوس بقوله وعايب، عاش الجمال بنت عمه بيخوض في عرض الجرايب، يا ولد كسر في قولك لا يضر في قولك رجايب، همنا عدو الدعاصي ما يكون لسانك وسايب، صحح صحصح في قولك وفكر ازاي هنقدر نسايب والشعر جايب في ديله اوجاعه جايب مصايب، سامحيني عاد بنت عمي القلب عاشق ورايب، من صغر سني بحبك والشوق مشعل وجايب، وان قلت مليون قصيده حبك في قلبي زايد يملأ غيطان الخليقه ويطفي نار الشدايد ويطفي نار الشدايد. احنا وناديك يا مصر وعينيك السهرانين ونصرك اصبحنا جنة اللي عادينا مين واللي عادينا مين. احنا وناديك يا مصر. يلا يا دكتور كمل. مصري وطبعي كده في الحق متعافي، بعشق تراب البلد وفي حضنها الدافي، اكتب تاريخ شعبها واوصف شباب بلدي ثوار وثورة وطن لونها حديد صافي. محمد شكرا.